أظهرت مشاهد بثتها مواقع إلكترونية لحفلات مزايدة تقام في أحد فنادق مدينة جدة بالسعودية لشراء أشخاص بأموال ضخمة لقاء تفجير أنفسهم في سوريا. ويبدو في هذه المشاهد أحد الأشخاص ويدعى أبو صلاح، وهو يعرض ولده الثاني للبيع، حيث رست المزايدة على 1,000,000 ريال سعودي تمنح له مقابل إرسال ولده لتفجيره في سوريا. في 200,000 ريال بداية تحية لخالد أبو صلاح، وهاي والده معنا. مين بيزود عن 200,000 ريال يا شباب؟ 300 400,000 ريال. هذا خالد يا شباب. يا شباب 400,000 ريال. بدنا نبعث اياها لجوا لابو عمرو يا شباب. 400,000 ريال. يا شباب بدنا نخوي، بدنا اقدام مثل اقدامهم، هن اقدامهم بارواحهم. بدنا اقدام بالاموال لا تبخلوا عليهم. 500,000 ريال، 500,000 ريال، 600,000 ريال، 600,000 ريال. يا شباب زيدوا يا شباب، زيدوا يا شباب، تلاقوا كله عند رب العالمين. 600,000 ريال، 600,000 ريال. نعم. مقصود الصندوق ومنه الى باب عمل والى ما في اشكال، ما في اشكال. هاي المهم الحماس والنية. 600,000 ريال يا شباب، 600,000 ريال يا شباب، 600,000 ريال. زيدوا يا شباب لا تخافوا، أولكم هاي نرمي ورق اليوم عليكم. 1,000,000 ريال أو يحيى يا شباب، 1,000,000 ريال يا شباب، 1,000,000 يا شباب. هذا وأكدت التايمز